أصعب موقف لما شوف وايد أنا ما بأخص موقف معي إيه يعني في مواقف وايد بس أنا دائما أقول لك الطالب اللي قدامك أنت ما تعرف شنو تزفه وأنت ما تعرف ظروفه الأسرية والعائلية ووضعه الصحي. لا تعطي استدعاء ولي أمر ويكون عنده أب أو أم ترى أنت هني راح تجرح أنت ما قاعد تداوي. إيه وصارت مواقف ويانا يعني أنا دائما أقول حق المشرفين لا تعطي استدعاء ولي أمر شوف حالته الأسرية هذا يمكن يطلع يتيم وعندنا من واجبات للأسف احنا حاطين الاخصائي الاجتماعي بس حق مكالمات روح دق على أبوك لا مو هذا شغله يشوف الحالة الأسرية الحالة النفسية للطالب يبلغ المدرسة عندنا احنا ولله الحمد مدرستنا من أكثر المدارس اللي حريصين على الموضوع هذا كل المشرفين عندهم هذا الولد أمه متوفية هذا الولد أبوه متوفي هذا منفصلين لازم أعرف عشان أتعامل عشان تعرف شلون المفتاح فالموقف أكبر موقف إن يتني ولية أمر طبعا غير عن المواقف اليومية الحالة الاجتماعية والنفسية والمالية والصحية الطالب وأولياء أمره من ولي أمره قبل أي شيء قبل كل شيء عشان تعرف تتصرف مع الطالب وتعرف شلون يعني شوف أنا بذكر موقف قبل صار قبل عشان أحد يقول قبل لا صدق والله يمكن من أكثر من 7-8 سنين قبل مدرستي هذه جتني ولية أمر الله يستر عليها جدا محترمة كانت تقول فلان طق ولدي وما عندي مشكلة أنه يطق ولدي تخيل زين بس كسر النظارة الحين أنا قاعد أفكر إنزين أنت ليش مدقق شكل النظارة بالموضوع في شيء الحين يعني طق ولدي عادي بس نظارة كان تقول أنا 1.5 سنة أجمع فلوس هالنظارة تخيل لا إله 1.5 سنة ولية الأمر منفصلة عن ريلها وما عندها ريال لا إيه ووضعها المادي جدا صعب تقول لي أنا مقثوثة أوكي نطق ولدي وهذا وأنتوا قاعد تحاسبون الولد بس أنا 1.5 سنة ما عندي أجمع حق النظارة مرة ثانية أنا ولدي ما أقدر أعطيه مصروف مدرسة إنزين تخيل أن هذا الولد لو أنت فاصله وهو وضعه الأسري كذي حتى لو أنه هو غلطان أنا ما يعني أثر فيني في استثناءات فمن هني أنا أقول لك لازم تحرص على أن أنت تعرف واحد من الطلبة ما يعرف يتكلم عربي زين إيه ويتقول حق ولي أمره ولدك لازم يروح مدرسة تربية خاصة هو يشوفها باستنقاص أنا ما أشوفها باستنقاص أنا أبي أنقذ الولد من الوضع اللي هو فيه الولد ما قاعد يفهم عربي مو لغة عربية كويتي ما قاعد يفهم كويتي إيه ليش عايش مع العاملة في المنزل لا الأم لها شغل ولا الأبو لها شغل لهالدرجة أنت كمعلم والمفروض تدري بهالموضوع ما يدري إحنا المشرفين درينا بالصدفة إلى أن الله يجزاهم خير المعلمين قاموا يدرسون الولد حتى بالفرصة عشان يخلونه يتكلم وتكون أموره طيبة هذا مو شيء المفروض أن المعلمين يدرون ترى المعلمين أنا عشان كذا أقول لك دش بالإشراف دش شوف البلاوي لا ما بدش أنا لا تدري ليش تتعلم والله العظيم الحين أنا تعلمت أنا الحين تخيل إني أشوف الطالب أول يوم دراسي أنا أعرف هذا شنو هذا مثلا قيادي هذا مو قيادي هذا كذا هو سليمان هو زين حق اللي لا مقاقل واللي يبي يطور من نفسه بس في منهم بس ترى وايد يأثر حتى بحياتك الاجتماعية أنا عارف بس حياتك الاجتماعية بالبيت باكر أنت راح تتزوج صحيح راح تعرف أنا شلون أعامل ولدي لأن أنت مساعة قلت لك أنا أثر على شخصيتك بشكل عام طبيعي تطوير الحمد لله فهذا يعني الأشياء اللي بالتربية هذا بالنسبة حق التربية